المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: مستشفى حليبة يجري عمليات في العظام وحلوق الجلد. تقرير برنامج تعليم الكبار في شمال البحر الأحمر. دعوة للعناية بلوحات السيارات. مقتل 40 جنديا في هجوم مسلح على قاعدة عسكرية في منطقة بحيرة تشات. مودي وسانشيز يفتتحان مصنعا للطائرات العسكرية في باغودارا الهندية. ملك المغرب وماكرون يدعوان إلى وقف فوري للعلاقات في لبنان وغزة. أهلا بكم مشاهدينا. تجرى عمليات جراحة في أقسام العظام والحروق الجلدية في مستشفى حليبة الوطني بدءا من 28 من أكتوبر وحتى 5 من نوفمبر القادم، بالتعاون بين الأخصائيين الإريتريين ومجموعة الخميد للأخصائيين الألمان. وأفادت الأنباء الواردة من إدارة مستشفى حليبة أن العمليات تجرى لأطفال دون 15 من العمر قدموا من شتى أنحاء البلاد بعد الفحوصات والمتابعة الطبية التي تلقوها في أوقات مختلفة وتحديد المواعيد لهم. وأوضح المدير الطبي للمستشفى الدكتور لؤول بانتيرغا ومسؤول الإدارة والمالية بالمستشفى السيد دبساي حيلوم أن هذه العمليات هي مواصلة للعمليات الناجحة التي أجريت من قبل بالتعاون بين الأخصائيين الإريتريين والأخصائيين القادمين من إيطاليا وألمانيا وسويسرا. وأضاف الدكتور يوئيل أبراهام والدكتور فنان قبريهوت أن العمليات تركز على إجراء عمليات العظام والأعصاب في الأرجل والأيدي في قسم العظام، وإجراء عمليات تجميل وتعديل التشوهات الناتجة عن الحروق تعرض لها الأطفال لمختلف الأسباب. وأكد الأطباء الإريتريون المشاركون في العمل بذل جهودهم للقيام بعمليات مماثلة في المستقبل بالكفاءات الوطنية، كونهم يكتسبون الخبرات والتقنيات المتطورة في إجراء العمليات التي تنجز بالتعاون مع الأخصائيين الأجانب. وضمن هذه الشراكة يتم صيانة قسم جراحة الحروق كليا بالتعاون مع مجموعة أخصائي أرخميد، كما يتم صيانة قسم جراحة العظام والأعصاب من قبل شركة سجن للبناء. عقد مكتب التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر اجتماعا في 23 من أكتوبر الجاري لتقييم الأنشطة التي تم تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية في برامج تعليم الكبار وعريوت والتعليم المسائي وخدمات المكتبات العامة، وناقش خطة العمل حتى عام 2032. وأوضح المدير العام لقسم تعليم الكبار والإعلام في وزارة التعليم السيد قبرزقي دمام تحقيق التقدم في الإقليم وضعا في الاعتبار للمناخ غير الملائم والتضاريس. وأكد مسؤول فرع وزارة التعليم بالإقليم الأستاذ رشيد محمد عثمان تحقيق عمل مشجع ويتطلب تضافر الجهود لحصول المواطنين في المناطق النائية على الفرص التعليمية. وأفاد التقرير المقدم بتنفيذ برامج تعليم الكبار في 66 إدارة ضاحية و146 قرية للقضاء على الأمية، موضحا تمكن أكثر من 10,000 مواطن من الكتابة والقراءة وفتح مكتبات عامة في مديريات نغفة وأفعبت وشعب. وذكر بأن الأطفال الذين فاتتهم الدراسة في العمر المحدد لأسباب مختلفة يتم إكمال تعليمهم الابتدائي في غضون 3 سنوات عبر برنامج عريوت ويلتحقون بالتعليم المتوسط. وقد استفاد من البرنامج أكثر من 5,000 طفل في السنوات الخمس الماضية. وقدم مسؤول تخطيط وتطوير مناهج تعليم الكبار السيد تيكابو أيموت توضيحا حول برامج تعليم الكبار وعريوت في ضوء أهداف التعليم للتنمية المستدامة لعام 2030 ومعدلات الأمية في ضوء المعايير الدولية والخطوات المتخذة لمعالجة أوجه القصور والتحديات في برامج تعليم الكبار وجهود محو الأمية. واقترح المشاركون تنظيم حملات مكثفة لتعزيز برامج محو الأمية وتنسيق الجهود لضمان نشر برنامج عريوت وتوفير القدرات الكافية للمعلمين والكتب المدرسية. وأكدت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت أبرهة على الحاجة إلى عمل جاد للتوصل إلى حلول جوهرية لتأثير حياة الترحال الرعوية وعدم تجمع القرى سلبا على برامج محو الأمية وعريوت.
دعا مسؤول شؤون التراخيص بوزارة المواصلات والاتصالات السيد هابتوم تسفامكيل دعا السائقين إلى توخي الحذر الشديد في التعامل مع لوحات أرقام مركباتهم والعناية بها. وأوضح في تصريح لوكالة إرنا أن لوحات السيارات لا تتغير كل عام، وعلى السائقين التصرف بأخذها للحيلولة دون تضرر أو ضياع اللوحات بسبب الإهمال. وقال إن وضع لوحة القير يعد جريمة خطيرة، كما أن أي شخص لا يبلغ عن فقدان لوحة سيارته يتحمل المسؤولية والعواقب. وذكر وجود لوحات جديدة بأحجام وألوان مختلفة تم إعدادها على المستوى الوطني للسيارات والدراجات النارية، وبإمكان أي شخص تلفت أو ضاعت لوحة سيارته الحصول على الخدمات من مكتب التراخيص بعد النظر في قضيته. حققت الحملة الخضراء التي يقوم بها الطلاب وعمال المؤسسات الحكومية والجيش نتائج جيدة في مديرية نافع. وأوضح مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في المديرية السيد تسفى ألم زوديه نمو الأشجار المزروعة في إدارة ضاحيتي باغلا وماريت ومحمية حرف بي والمدارس والمساكن ودور العبادة. وذكر ازدياد الوعي بالتشجير ورعاية الأشجار وحراستها. وأفاد السكان بأن أعمال التشجير التي قاموا بها في السنوات الماضية حققت نتائج مرضية، مؤكدين على الاستعداد لتشجير الأراضي الجدباء. نشد قائد شرطة إقليم عنسب العقيد لبسو تسفى ميكيل في السمينار الذي عقده في 27 من أكتوبر الجاري مواطني مديرية قلب للحفاظ على السلم والأمن برفع المعرفة القانونية. وأوضح أن واجب الشرطة يكمن في مكافحة الجريمة وتقديم الجناة أمام العدالة حال حدوثها، وأن هذا العمل لا ينجح إلا بتكاتف المجتمع مع الشرطة. وذكر مسؤول التحقيقات في شرطة إقليم عنسب الرائد تسفى هني المشاركين أو ذكرهم بتعزيز دور المواطنين الواعي تماشيا مع مهمة الشرطة التي تركز على منع التجاوز للقانون العام، بالإضافة إلى مكافحة والسيطرة على حوادث السير وتبعاتها للحفاظ على الأرواح والممتلكات. وقدم في السمينار تقرير عن المخالفات التي سجلت في 10 أشهر الماضية، كما تمت معاقبة 15,136 مركبة بأكثر من 2.5 مليون نقفة، وحدوث 276 حادث مروري نتج عنه 10 حالات وفاة و198 إصابات مختلفة، ودمار ممتلكات تبلغ أكثر من 4.6 مليون نقفة، وهذا بإقليم عنسبة فقط. وأوصى مدير مديرية قلب السيد عثمان آدم المواطنين بمتابعة أبنائهم وضواحيهم للحفاظ على السلم والأمن، بالإضافة إلى دور التوجيه في خفض نسبة الإجرام والمخالفات القانونية في المجتمع. أفاد الكادر الصحي في مديرية قلوج بتحسن نوعية الخدمات الصحية لارتقاء المركز الصحي إلى مستشفى عمومي. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممرض جيلاي موسازجي وجود 9 مؤسسات صحية و5 نقاط صحية في المديرية عامة، مشيرا إلى تحسن الخدمات الصحية عبر زيادة الكادر الصحي. وأشاد بدور ممثلي الصحة في القرى، حيث وصلت نسبة تغطية رعاية الحوامل إلى 86%، كما وصل عدد الأمهات التي يلدن في المرافق الصحية إلى 65%. وذكر مدير مستشفى قلوج العمومية الدكتور مرهاوي كفلوم إدخال معدات حديثة وخدمات إضافية مع تحديث المنشأة الصحية، موضحا بدء العمليات الجراحية للولادة وغيرها قريبا في المستشفى. ودعا الدكتور مرهاوي إلى الاهتمام بالمشاكل التي لم يتم حلها في البنية التحتية ونقص الغرف. تجدر الإشارة إلى أن مركز قلوج الصحي ارتقى إلى مستشفى عمومي عام 2021. تلقى 176 شابا في مديرية مندفرة دورة تدريبية في مختلف المهن، وتضمن التدريب المقدم النظري والتطبيقي الذي استمر ل3 أشهر في مد خطوط الكهرباء وتركيب معدات الطاقة الشمسية وتقانة الحاسوب والتصوير وتصفيف الشعر والتجميل وتركيب الصحون اللاقطة. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب وطلبة فرع مديرية مندفر السيد صالح محمد في مراسم التخريج أن البرنامج جزء من جهود تنمية قدرات الشباب. من جانبه أوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب وطلبة في الإقليم الجنوبي سيد قرماي قبرو أن الاتحاد ينظم الدورات التدريبية حتى في المناطق النائية ليستفيد منها أكبر عدد من الشباب. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.
أهلا بكم مجددا. لقي 40 جنديا حتفهم بهجوم استهدف قاعدة عسكرية في منطقة بحيرة تشاد حسب ما أعلنت رئاسة الدولة في بيان رسمي. وأشار البيان إلى أن الرئيس محمد إدريس ديبي توجه إلى موقع الهجوم وأطلق عملية حسكانيت لتعقب منفذيه الذين لم يعلن البيان عن هويتهم، غير أن جماعة بوكو حرام غالبا ما تنفذ هجمات مماثلة في المنطقة. تواجه تشاد منذ فترة طويلة تمردا في غرب البلاد بالقرب من الحدود مع نيجيريا، ففي شهر يونيو لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 40 آخرين عندما اندلع حريق في مستودع ذخيرة عسكري في العاصمة انجمينا. في هذا السياق يتوقع أن تعزز تشاد من عتادها العسكري تحسبا لأي هجمات إضافية، وقد تفرض قيودا على الحركة أو تحظر التجول كإجراء احترازي. افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز أول مصنع للطائرات العسكرية في الهند في فادو دارا، في خطوة تهدف لتعزيز التصنيع الدفاعي والفضائي في الدولة الآسيوية. وكان الزعيمان في ولاية جوجارات الهندية لافتتاح مجمع تاتا للطائرات، والذي سيتخصص في تصنيع طائرات النقل إيرباص سي 295 للقوات الجوية الهندية بالتعاون مع إيرباص إسبانيا. وأوضح سانشيز الذي استقبله حشود من المؤيدين أن المشروع يمثل انتصارا لرؤية مودي لتحويل الهند إلى قوة صناعية ونقطة جذب للاستثمار والتعاون بين الشركات. من جانبها أكد مودي أن المصنع الجديد للطائرة سيعزز المهارات والصناعات الجديدة في الهند، مشيرا إلى أن البلاد أصبحت تقوم الآن بتوريد قطع الغيار إلى شركات الطائرات الرائدة في العالم. أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يقوم بزيارة دولة للمغرب من 28 إلى 30 من أكتوبر الجاري. وتناولت المباحثات الانتقال نحو مرحلة جديدة للعلاقات القوية بين المغرب وفرنسا في إطار شراكة استثنائية متجددة وخارطة طريق استراتيجية للسنوات المقبلة حسب ما ذكر بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي. وتناولت المباحثات أيضا وفق البيان القضايا الإقليمية والدولية، حيث اتفق الطرفان على العمل بشكل منسق من أجل تعزيز التوجه الأورو متوسطي الأفريقي والأطلسي ضمن مقاربة للعمل المشترك تخدم الازدهار والتنمية البشرية المستدامة. ودعا العاهل المغربي والرئيس الفرنسي إلى وقف فوري للهجمات في غزة ولبنان، مع تأكيدهما على أولوية حماية السكان المدنيين وأهمية ضمان وتيسير وصول المساعدات الإنسانية الكافية، مع وضع حد لتأجيج الوضع على المستوى الإقليمي. أبلغت شركة فولكس فاغن ممثلين موظفين أنها تريد إغلاق 3 مصانع على الأقل في ألمانيا حسب ما قال رئيس مجلس الموظفين. وكان قد صدر بيان عن ممثلي موظفي فولكس فاغن يفيد بأن إدارة الشركة تريد أيضا إلقاء عشرات الآلاف من الوظائف وخفض الأجور بنسبة 10% لباقي الموظفين. وأضافت الوثيقة أن الشركة المصنعة تسعى كذلك إلى تغليص بقية المصانع. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أن رئيسة مجلس الموظفين تعهدت بمقاومة خطط الشركة خلال اجتماع مع عمال فولكس فاغن في مقرها بفولسبورغ، وقالت إن جميع مصانع فولكس فاغن الألمانية تتأثر بهذه الخطط ولا أحد آمن. ولم يصدر أي تعليق فوري من الشركة نفسها، ويأتي هذا الإعلان بعد أن أصدرت فولكس فاغن مؤخرا تحذيرها الثاني من الأرباح في أقل من 3 أشهر. مشاهدينا قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. مستشفى حليبة يجري عمليات في العظام وحروق الجلد. تقييم برنامج تعليم الكبار في شمال البحر الأحمر. دعوة للعناية بروحات السيارات. مقتل 40 جنديا في هجوم مسلح على قاعدة عسكرية بمنطقة بحيرة تشاد. مودي وسانشيز يفتتحان مصنعا للطائرات العسكرية في فادودارا الهندية. وملك
المغرب وماكرون يدعوان إلى وقف فوري للهجمات في لبنان وغزة. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.